إجبارك على دفع فلوس أو القيام بفعل أو الامتناع عن فعل. علشان كده الجريمة بتاعتنا بتنقسم إلى 3 أفرع. أول حاجة هي التهديد، وتاني حاجة هي استخدام وسيلة إلكترونية، وتالت حاجة هي نية إجبار المجني عليه للقيام بفعل. طب هل القانون المصري ساب الموضوع كده؟ لا طبعا، القانون المصري نظم الموضوع ده جدا لخطورته واللي أثره المترتب عليه، وللأسف اللي بيوصل في أوقات كتيرة لإنهاء حياة كتير من أولاد. فالمادة 326 من قانون العقوبات بتجرم على كل من حصل بطريقة تهديد على نقود أو فعل معين فيعاقب بالحبس. طب الموضوع بيقف عند هذا الحد فقط؟ لا، للأسف كمان انت لو نويت وشرعت ان انت تعمل الفعل ده فهو ايضا مجرم. يعني سواء الجريمة اكتملت او وقفت عند حد الشروع فهي يعاقب عليها. طيب ايه هو الشروع؟ الشروع انك انت تقوم وتقبل على اتيان الفعل، ولكن لظرف خارجي الفعل او الجريمة بتقف. يعني انت خلاص هتعمل الموضوع وحصل لك حاجة غريبة او حاجة خارجية وقفت الموضوع ده، فمجرد ارسال رسالة تهديد دي بتساوي جريمة